هل أحببت يوما شخصا وبقيت تخفي قلبك لسنوات؟ حتى جاء اليوم الذي رأيته يرتبط بغيرك. هل شعرت أن القدر يسحبك من طريق إلى آخر دون أن تستوعب ما يحدث؟ هذه قصة تأم بين فتاة رحلت وأخرى جاءت لتكشف له معنى الحب الحقيقي. كان تأم شابا هادئا قليل الكلام، لا يلتفت إلى العلاقات ولا يجري خلف أي فتاة. مرت عليه سنوات وهو يعيش بلا ضوضاء حتى ظهرت في حياته الفتاة الأولى. كانت جميلة مهذبة، والجميع كان يقول هذه الفتاة هي الأنسب لتأم، ستكون زوجة المستقبل. أما تأم فكان صامتا، لم يكن رافضا، لكنه كان يشعر أن شيئا ناقص، قلبه لم ينبض بعد. ومع مرور الأيام جاء الخبر الذي قلب كل التوقعات: الفتاة الأولى تزوجت. اندهش الناس وقالوا لماذا لم يتحرك تأم؟ لماذا لم يبذل أي محاولة؟ لكن تأم لما ينهر، لم يبت، لم يشعر بانكسار، بل وقف أمام نفسه متسائلا: لماذا لم أشعر بالحزن؟ وجاءه الجواب واضحا: لأنها لم تكن لي. فهم تأم أن بعض الأشخاص يدخلون حياتنا ليعطونا درسا، لا ليبقوا معنا. مرت الأيام وعاد تأم إلى حياته الهادئة حتى ظهرت الفتاة الثانية. كانت مختلفة تماما، قوية، ناضجة، واضحة في شخصيتها، لا تبحث عن الإعجاب ولا تلتفت لعبارات المجاملة. لم تحاول الاقتراب من تأم، ولكن القدر جمع بينهما في مواقف قليلة، ولكنها كانت عميقة. بدأ تأم يلاحظ التفاصيل الصغيرة: كيف تفهم صمته دون أن يتكلم، كيف تسأل عنه بلا مبالغة، وكيف تدخل حياته بهدوء كأنها كانت تعرف الطريق إلى روحه. وفجأة شعر تأم بشيء لم يشعر به من قبل، قلبه ينبض. بدأ يسأل نفسه: هل جاءت لتعويض ما فقدته مع الأولى؟ أم أنها قدر جديد كتب لي؟ هل سأتركها ترحل كما رحلت الأولى؟ ومع التفكير العميق أدرك الحقيقة: الحب ليس لمن يأتي أولا، الحب لمن يستحق. وبين ماض رحل ومستقبل بدأ يفتح أبوابه، وقف تأم وقال لنفسه: أنا مستعد، ليس لأحب من جديد فقط، بل لأحب بالطريقة الصحيحة مع الفتاة التي تستحق قلبي فعلا. وهكذا بدأت قصة عشق بنات اثنان، قصة قلب لم يمت، بل كان ينتظر اللحظة المناسبة لينبض بالحقيقة.